محمد صلاح نجم عالمي بس برضه شاب مسلم طالع من قرية بسيطة. كان بيقرأ القرآن ويسجد بعد كل هدف، وكان مصدر فخر لينا كلنا. لكن بعد ما عاش في أوروبا حاجات كتير اتغيرت. كل سنة بيحتفل بالكريسماس ويتصور جنب الشجرة، والسنة دي ظهر وهو بيزور معبد بوذي في طوكيو. ناس قالت زيارة ثقافية وناس قالت هو رايح يتأمل. والسؤال هنا، هل لما تعيش وسط مجتمع تاني هل لازم تمشي ورا كل حاجة، ولا تحافظ على هويتك، دينك، مبدأك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. يعني ما ينفعش تذوب وتنسى مين انت. يا صاحبي، الإسلام مش ضد التعايش، بس ضد ان انت تسيب اللي اتربيت عليه علشان ترضي الناس. عايش في الغرب تمام، اشتغل، اتعلم، انجح، بس افتكر دايما دينك مش حمل تقيل تشيله. دينك النور اللي انت بتمشي بيه وسطهم. خليك زي محمد صلاح في الاجتهاد، بس ما تكونش نسخة تانية أوروبية ناسية ربنا. سلام.